بعد إعلان مجلس الكريكت العالمي عن بلوغ عمان الأدوار النهائية لتصفيات كأس العالم، أصبح المنتخب العماني على أهبة الاستعداد للمشاركة في التصفيات النهائية والتي ستقام في زيمبابوي في الشهر الجاري ويوليو القادم. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا حسن الهاشمي. في إنجاز جديد يحسب للعبة الكريكت في سلطنة عمان، وبعد أكثر من 3 سنوات ونصف من العمل الجاد والعمل الجماعي، أصبح المنتخب العماني الفريق الثاني بعد اسكتلندا الذي يتأهل إلى المرحلة النهائية لكأس العالم القادمة والتي ستقام في الهند في أكتوبر ونوفمبر القادمين. الفريق العماني يضم مزيجا من اللاعبين العمانيين والأجانب. نتطلع إلى الأمام ونبذل كل جهدنا لتكوين هذا الفريق. سنخوض التصفيات الآسيوية في نيبال، وفريقنا يملك ثقة كبيرة بالنظر للعمل الجاد الذي قاموا به. لقد قمنا بما علينا كمدربين ولاعبين، والجميع أدى دوره. اللاعبون في حالة جيدة ومستعدون للمنافسة. هذا الفريق يتمتع بالموهبة في الكريكت ويمثل تطورا للرياضة في البلاد. مجلس الكريكت العالمي، الهيئة العالمية للكريكت، أعلنت عن حجز المنتخب العماني مكانا له في التصفيات النهائية من كأس العالم، أقوى بطولات الكريكت الدولية في العالم، بعدما جمع الفريق العماني ما يكفي من النقاط للارتقاء بين المراكز الثلاثة الأولى في بطولة العالم للكريكت ثنائية الجوانب. خلال الأعوام القليلة الماضية خضنا إجمالا 36 مواجهة مع 7 من أقوى منتخبات اللعبة، وعمان ظهرت فيها بشكل مشرف أمام منتخبات كبرى. أنهينا البطولة الأخيرة في المركز الثاني خلف اسكتلندا وقبل نيبال المتأهلة للتصفيات الآسيوية سلفا. تاريخيا تعتبر لعبة الكريكت إحدى الألعاب التي سلكت لها طريقا رائعا في عمان منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث تمارس اللعبة في عمان بل وتنظم لها بطولات ومسابقات بين الحين والآخر. ولعل هذه الصور القديمة التقطت قبل نحو 15 عاما لإحدى البطولات العمانية المنظمة لهكذا نوع من الرياضات، وكانت تقام بإشراف مباشر من وزارة الرياضة العمانية في ذلك الوقت، وتحظى تغطية إعلامية واسعة، حيث كانت ولا زالت حتى وقت قريب أندية عمانية وفرق تابعة لأندية محلية تمارس فيها اللعبة كأندية السيب ومسقط والعميرات والحيل والمعبيلة وروي وغيرها من الفرق التي يشارك فيها لاعبون من الجنسية العمانية. وكمعلومة فإن 20 دولة فقط هي التي بلغت نهائيات كأس العالم للكريكت حتى يومنا هذا. البطولة التي أقيمت للمرة الأولى في العام 1975 في إنجلترا، وكان المنتخب الاسترالي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز والتتويج بواقع 5 بطولات. كما أن الكريكت أدرجت ضمن الألعاب الأولمبية مرة واحدة، وكانت في باريس في العام 1900، وكانت بريطانيا هي صاحبة الذهبية في تلك الدورة. حسن الهاشمي، BN سبورتس، مسقط. مشاهدنا العزيز،